شحال من مرة فقتي في الصباح عيانة قبل ما يبدا نهارك؟ شحال من مرة شفتي في المراية وحسيتي باللي ديك اللمعة اللي كانت في عينيك غبرات وسط الجرى والمسؤولية؟ وقفي معايا دقيقة. هاد البودكاست اللي كنتي حيت عييتي وما بقى حد حاس بيك. مرحبا بك اختي صاحبتي وبنت بلادي في هاد المساحة الهادئة ديالك بوحدك، البلاصة اللي غنخليو فيها الصداع ديال العالم كامل من ورانا وغنقربوا فيها من راسنا بلطف وبلا احكام مسبقة. كاين واحد القول كيعجبني بزاف كيقول تهلاي في راسك، حيت انت هي البلاصة الوحيدة اللي غتعيشي فيها حياتك كاملة. ولكن فاش كنسمعوا هاد الهضره، واش بصح كنحبسوا وكنسولوا راسنا واش انا مهليه في راسي ولا غير غاديه فيها الدنيا تالفه ونسيت اهم انسانه في الحياه ديالي اللي هي انا؟ تخيل معايا نهار عادي ديالك، كتفيقي الزربانه مع الصباح، عقلك ديما سابقك ب10 ديال الخطوات، كتجري وتتوجدي الفطور، كتجمعي الدار، تقابلي الوليدات، تشوفي الخدمه، تفكري شنو، تبداي تفكري شنو غادي طيبي للغدا والعشاء. كدوزي نهارك كامل وانت كتعطي من صحتك، من وقتك ومن اعصابك للدار للعائله وللناس. فاش كيطيح الليل وكتكاي على فراشك، كتحسي بواحد العيا غريب، ماشي غير عيا ديال الوقفه، ولكن عيا حافر في قلبك وفي روحك وفي عقلك لدرجة ما بقيتيش عارفة حتى مالك. هنا فين خاصنا نعرفوا واحد الحقيقة بسيطة ولكن واعرة بزاف. تهلاو في الراس ديالك، في راسك، والمواساة ديال الذات ماشي فشوش او رفاهية زايدة، هذه ضرورة واجبة باش ترجعي التوازن حياتك وتوقفي على رجليك من جديد. اليوم غنهضروا على خطوات صغار ولكن يقدروا يقلبوا حياتك كامله. اول حاجه وبلا ما نكذبوا على راسنا هي الجسد ديالك. هاد الذات اللي هزاك شحال من عام، واش ما عطيهاش حقها؟ الذات ديالك ما باغاش منك المستحيل، باغيه غير شويه ديال اللطف. ديري غير مثلا 5 دقائق ديال الحركات، التمدد، رياضه، باش تحيدي هذاك الثقل، هذاك العجز اللي كتحسي بيه فوق كتافك، في ظهرك، من الشقه ديال الدار والجلوس الطويل. شربي مثلا كاس ديال الماء. حنا العيالات المغربيات كنساو الماء حتى كيدوز فينا العطش وكيبدا يضرنا راسنا. فاش كتهلاي في صحتك بحاجات بساط، راه المورال والمزاج ديالك كيتغير بلا ما تحسي، وكتولي عندك الطاقه باش تكملي نهارك بابتسامه. من بعد الجسد كتجي الروح ديالك، وهي الاهم. الروح ما كترتاحش بالفلوس ولا بالخروج. الروح كتهدن وكتبرد فاش كتقرب من اللي خلقها. وسط هاد الزحام ديال النهار، خطفي غير 10 دقائق، صلي صلاتك بخشوع، قري صفحة من القرآن، ولا غير جلسي فوق السجادة ودعي الله بكل عفوية وصبر، وقولي لي كاع داكشي اللي مخبي في قلبك وما قاداش تقولي للناس. هاد اللحظات ديال القرب من الله كتعطي لقلبك واحد السلام داخلي، واحد الرضا ما كيشبه حتى شي حاجه اخرى في الدنيا، وكتفكرك باللي واخا تكوني بوحدك راه ربي ديما معاك وسامعك. بلا ما نساو العقل ديالك اللي حتى هو محتاج مساحه تنقيه، فين يتنفس. عمري وقتك بحاجات كيفيدوك، قري كتاب، سمعي البودكاست، ولا شدي ورقه وستيلو كتبي فيها كاع الافكار المخربقه اللي في راسك. واهم حاجه غنطلبها منك اليوم، بعدي على المقارنات. فاش كتفتحي مواقع التواصل الاجتماعي وكتبداي تشوفي فلانه فين سافرات وفلانه فين عايشه وكيفاش دايره دارها، راه بلا ما تحسي كتسرقي راحه البال ديالك وكتمرضي قلبك بالمقارنات مع حياه وهميه. صفاء العقل هو الساروت باش يكون نهارك زوين ومريح ويخليك تركزي على طريقك واهدافك انتي، ماشي ديال الناس. وفاش تحسي بالتوتر وباللي كلشي تخلط عليك والثقل زاد على كتافك، حبسي كل شيء، طفي التلفازه، حطي التليفون والاشعارات اللي ما كيساليوش، وجدي كاس ديال اللويزه ولا شي حاجه دافيه كتعجبك وشربيها بخاطرك. الا عندك شي صديقه كتفهمك وكتثقي فيها، هضري معاها، شدي ولا ما كانش شدي ورقه وكتبي فيها كاع الاعصاب والغضب والحاله والضغط اللي كتحسي بيه،
ومن بعد شدي ديك الورقه وقطعيها ولوحيها. التوتر والضعف اللي كتحسي بيه ماشي عيب، وماشي معنيتو انك فاشله. هذه غير رساله من الذات ديالك كتقول ليك عافاك حبسي، راه حتى انا محتاجه الاهتمام والراحه. وفي النهايه بغيتك ديري يديك على قلبك وتسمعيني مزيان. انت كتستاهلي الاهتمام، وكتستاهلي تعيشي حياه ناعمه وفيها السكينه، واخا يكون العالم كامل مقلوب ومصدع من حولك. بغيتك من اليوم فاش تشوفي في المرايه تقولي لراسك بثقه انا الاولويه، واخا غير بخطوات صغار كل نهار. حيت الا ما تهليتيش في راسك راه حتى شي حد ما غادي يتهلا فيك. ولا ما كنتيش انتي بخير راه كاع الناس اللي دايرين بيك ومحتاجينك ما غيكونوش بخير. تطوير راسك كيبدا من هاد اللحظه، من تصليح علاقتك مع ذاتك اولا. تهلاي في راسك.